هدير، ايه يا عبدو؟ هات الفلوس بتاع الشغل اللي انا اديتها لك الصبح. ماشي حاضر، استني بس احط لامك تاكل وبعدين ايه اجيبها لك. اكل اللي تحط لهم مين؟ بطاطس؟ ايوه سخنتنا شويه البطاطس دوت عم اعمل الاكل، انا لسه عالقه على الاكل اهو. يعني انا كنت انت هتاكل امي بطاطس؟ هي اللي قالت لي هاتيهم، والله قالت لي هات البطاطس الباقيه من امبارح. ازاي يعني؟ هو اللي ازاي؟ والله قالت لي هات البطاطس اللي باقيه من امبارح. ما تعملي لها اكل، انت لسه ما عملتش اكل ليه لحد دلوقتي؟ لسه ما عملتش اكل والله. حاضر شويه هعمل اكل اهو. هديلها القرصتين تاكل بيهم يعني البطاطسين دول. يعني امي هتاكل بطاطس بايته وقرص ناشفه؟ والله يقول القرص مش ناشفه، لا ده انا لسه مطلعاهم من الفريزر ده. اتفضل بس 4 قرص من العيال من امبارح اهي، والله طري طري اهي والله. يعني انت لو امك هترضى تاكلها بطاطس بايته يعني؟ امك هي اللي قالت لي، والله امك قالت لي هات البطاطسين اللي بقوا من امبارح اكل بيهم القرص عما تعملي اكل. وانت بتسمعي كلام لما تعملي لها الاكل ولا هجهز الاكل اهو ربع ساعه ونص ساعه بكتير يا ماما. يا عبد الوقت الاكل هياخد وقت. الاكل هياخد وقت؟ الاكل هياخد وقت يا عبد. من امتى الاكل بياخد وقت يا ده لسه هديه؟ عامل بشاميل، البشاميل اللي هتاخد وقت معايا. اه. ماشي دول تصبير هديهم لها تاكلهم، هي اللي قايله لي والله. قلت لها هعمل لك حته جبنه واقلي لك بيض واعمل لك طماطمايه طرنشات كده وخياره، قالت لي لا هات شويه البطاطس، هي اللي قالت لي والله. بطاطس؟ امك لو مكان امي انت عمرك ما هتديها البطاطس دي خالص يا درو، هتعملي لها احسن اكل. يا عبدو دي فضل ونعمه، هو الاكل ده وحش؟ ماشي الحمد لله نعمه. وحش طيب؟ نعمه بس هتاكلها اكل بايت؟ لا رد اله الا الله. عليا. ايه المشكله؟ اكل بايت يعني، ما كل الناس بتاكل اكل بايت، إيه ده بقاله المشكله؟ 3 ايام. ماشي احنا بناكل 3 ايام ما كانت في التلاجة يا عبدو. 3 ايام ايه ده؟ من اول من امبارح قصدي، يا ربي. 3 ايام ايه؟ يعني البطاطس دي مش من اول امبارح؟ لا يا عبدو. الخلاصه البطاطس دي ما تنزلش لامي واعملها اكل بسرعه. يا عبدو انا قلت لها والله، قلت لها اقلي لك بيض واحط لك حته جبنه، قالت لي لا. هي عايزه تاكل بطاطس والله. تاكل انت بطاطس؟ انت بتزعقلي ليه؟ انت عايزه اخوات البنات اللي قاعدين تحت دول يعملوا معاكي مشاكل دلوقتي صح؟ الله، هو يعني انا عملت ايه دلوقتي طيب؟ امك قالت لي اطلعي سخني البطاطس اللي بايته من امبارح وهاتيها وهاتي لي قرصتين. قلت لها حاضر يا ماما، وانا قلت لها تصبري شويه بس عم اعمل الاكل، قالت لي لا هاتيهم بس انا هاكلها بالقرص. قلت لها حاضر. ماشي ما دام انت هتعملها بطاطس كنت تعملها شويه لسان عصفور صبحين مش اكل بايت. انا عملت اللي هي قالت لي عليه والله. انا ذنبي ايه دلوقتي؟ بتزعلي ليه في حاجه انا ماليش ذنب فيها؟ انا ذنبي ايه دلوقتي طيب؟ والله هي اللي قالت لي. ذنبك انها مش امك تمام ومش شايلاها. كل ده مش شايلها؟ ده انا حطاها في حباب عينيا. ده انا بصحى لها من النجمه علشان اديلها علاجها وبعمل لها كل اللي يرضيها. ازاي يعني؟ ازاي؟ هو انت اكيد متعصب من حاجه او من الشغل جاي تطلع همك فيا مثلا؟ مش هعرف احسبها غير كده لان انا مش عارفه اقول لك ايه والله. معلش يا دي معلش، في شويه مشاكل في الشغل كده عشان كده كنت جاي اخد الفلوس. خلاص يا عبدو، وانا هستحملك ومفيش اي حاجه. معلش. وانا مش قصدي والله. طب خلاص ما تضايقش نفسك. طب انت معاك مشكله ايه طيب ولا ايه؟ الفلوس اللي انا اديتها لك الصبح مالك؟ المفروض كنت اجيب بقى خامات للشغل، فكان في شغل المفروض تتعمل وباظت، ما اتحطتش في التلاجات من بالليل وباظت، فاضطر بقى اروح الوكاله بقى اجيب الحاجه من جديد، لا والفلوس حول ديت ولا كنت قوة. هجيب بيها بضاعه هدفعها بقى للوكاله، فانا جاي متعصب. معلش هات انا انزل انا امي بالاكل ده، شوف انت هتعملي ايه والفلوس فين. فلوس تطلع على الكومودين جوه. ما تزعليش مني، خلص انت الاكل وحقك عليا. حاضر حاضر. يا كابوسه يا ستي. مش زعلانه منك والله، انا مراتك ان ما معلش استحملتكش مين اللي هيستحملك؟ معلش بس يا انا هدية. والله ما كانش قصدي والله، هي اللي قالت لي. هي الخنقه بتاع اللي حصل في الشغل ديت هي اللي معصباني كده. خلاص انا هعمل اكل وشويه كده ونقعد نتكلم، ماشي؟ ماشي لا لما ارجع بقى انا هاخد الفلوس من على الكومودينو وانزل ادي الاكل ده لامي ماشي على يا طول. حبيبي. مش هدير. حول الله يا رب. يا رب يا رب فك دقته يا رب واصلح حالي. يا رب يا رب راضي.